فوز مستحق وسهل جدا للنادي الأهلي على نادي الإسماعيلي بنتيجة 2-0. اللي ما شافش الماتش يتابع معايا الفيديو للآخر عشان هنتكلم عن تشكيل النادي الأهلي وطريقة اللعب النهاردة. هنتكلم عن إيجابيات وسلبيات الماتش بشكل عام وإيجابيات وسلبيات اللاعبين بشكل خاص. الماتش بدأ بتشكيل هجومي للنادي الأهلي في حراسة المرمى الشناوي قدام ربيعة وهاني، على اليمين أكرم وعلى الشمال كوكا، ثلاثي خط الوسط أحمد رضا ومروان عطية وإمام عاشور، والثلاثي الأمامي الشحات ومحمد عبد الله وجرادي شار. وقت الهجوم التشكيل بيتحول ل3-4-3، وفي أوقات الدفاع بيتحول ل4-4-2 صريحة، وأوقات الضغط العالي لعيبة النادي الأهلي بيتحول التشكيل ل2-4-4. الإسماعيلي أول 4 دقايق عمل كثافة عددية في خط الوسط وقفل الملعب على لعيبة الأهلي لحد أما تيجي الدقيقة ال5 وتتحسب ضربة جزاء صحيحة للنادي الأهلي ويسجلها مروان عطية ويحرز أول هدف في الماتش. اللي لاحظته في الماتش إن كولر مدي تعليمات للتحرك بارتياحية كبيرة أوي لجراديشار على الأطراف عشان يشد المدافعين على قد ما يقدر ويفضي مساحات للثلاثي إمام عاشور والشحات ومحمد عبد الله. ودي حاجة شفناها في أكتر من هجمة للنادي الأهلي في الماتش. وبيخلص الشوط الأول وسط سيطرة واستحواذ للنادي الأهلي. يبدأ الشوط التاني بضغط أهلاوي مبكر، والنتيجة أسفرت عن هدف تاني للنادي الأهلي في الدقيقة 50 عشان يوصل إمام عاشور ل9 أهداف في صدارة الهدافين. بعد الهدف بدأ نادي الإسماعيلي يمسك كورة ويظهر في الماتش بأكتر من هجمة بس من غير أي تسجيل. اللهم إن الهجمة الوحيدة الخطيرة اللي جت هي اللي جت في عارضة محمد الشناوي وعدت على خير. دون ذلك مفيش أي خطورة نادي الإسماعيلي نهائي في الماتش. بعد كده بيمشي الماتش كرة هنا وكرة هناك للفريقين من غير أي تسجيل، لكن الخطورة الأكبر كانت للنادي الأهلي اللي كان أقرب وقتها لتسجيل الهدف الثالث. لحد ما تيجي الدقيقة 82 ويقوم اللاعب محمد عبد الله ويعمل هجمة عنترية وبمهارة فردية يقدر يصنع بيها الهدف الثالث للنادي الأهلي اللي بيسجله حسين الشحات. ويا دوبك لسه ملحقناش نرتاح ولا ناخد نفسنا من الجون الثالث ويجي بعديها ب4 دقايق محمد عبد الله ويكرر نفس اللي عمله تاني ويصنع الهدف الرابع للاعب أحمد رضا اللي بيسجل أول أهدافه مع النادي الأهلي هذا الموسم عشان يخلص الماتش بنتيجة 4-0. نيجي بقى لإيجابيات الماتش. بالنسبة لي أنا الحاجات اللي أنا شفتها إيجابية في الماتش كانت تتلخص في كذا نقطة. أول حاجة حماس الجماهير وتشجيعهم طول الماتش. تاني حاجة تحركات اللاعب جراديشار ودور مهم في الملعب النهاردة كمحطة وكمهاجم وهمي. تالت حاجة في الإيجابيات ألا وهي جمعية النادي الأهلي النهاردة في الهجمات. رابع حاجة كانت الظهور الأول للاعب أحمد رضا وتسجيله هدف. وآخر حاجة إيجابية في الماتش بالنسبة لي أنا كان الظهور الأول للاعب محمد عبد الله كأساسي، رغم إن هو في الشوط الأول كان مهزوز شوية بس قدر الشوط التاني إن هو ياخد ثقة في نفسه أكبر ويثق في إمكانياته أكبر ويصنع هدفين. سلبيات الماتش من وجهة نظري أنا هي حاجة واحدة بس واللي أثرت على الماتش بشكل كبير جدا ألا وهي سوء أرضية الملعب. وفي النهاية ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. في أمان الله.